ذلك في كتابه البرود، وذكر أن الملك عبد العزيز نزل بين الفيضة وعين القنور وكان يستعد إلى الحرب، ثم جاء الشريف وغار على أخوه فيما تسمى محافظة القويعية، وأسر سعد بن عبد الرحمن الفيصل. قيل في ذلك أشعار، وهي قولهم: يا سعد يا بعد حي قعد، كيف تسهر وحنا نايمين، الوعد يا سعد حس الرعد من خشوم المارتين. ثم أشار عليه من هو خاصة له ومن يذكر في الخير تركي بن حميد، وقال: أخوك أسر وأسره الشريف، وأنت الآن تبي تروح لمهم، وأنا أشور عليك أنك تكتب للشريف خطاب. ثم أشار عليه وقال إن الشريف يحب الخيل، وأنا رأيت خيل حصان عند علي بن قنور في انخلة، فأنا أشير عليك أنك تكتب خطاب وترسل معها الخيل. ثم نادى الملك عبد العزيز رحمة الله عليه إلى شلهوب وقال: يا شلهوب روح لبن قنور وبلغه طلبنا هذا. ثم جاء الجدي رحمة الله عليه وقال الملك عبد العزيز، وكان هذا في 1328 أو 28. ثم ذكر أن الحصان موجود، وذهب شلهوب إلى جدي رحمة الله عليه وطلب منها الحصان، وأهدي الحصان ومع فرس إلى جلالة الملك عبد العزيز، وأهدي على الشريف، وانفك أسر سعد بن عبد الرحمن الفيصل. وهذا مفخرة